كده احنا خلصنا الجزئين الاولانيين اللي هو تشييد العقارات بغرض البيع. خلصنا الجزء بتاع ارباح عقود طويله الاجل. دلوقتي هتكلم على الاقرار الضريبي المعدل. بس قبل ما نتكلم على الاقرار الضريبي المعدل لازم اعرفك الفرق الاول ما بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. الشخص الطبيعي هو شخص خاضع للضريبه وبيشمل حاجتين: الفرد اللي هو انا وحضرتك شغالين في شركه، شغالين في اي مكان ولينا مرتب، ده بالنسبه لمصلحه الضرائب شخص طبيعي. او المنشاه الفرديه، حضرتك عندك مشروع فردي، حضرتك فاتح كافيه، فاتح سايبر، فاتح مطعم، فاتح اي مشروع فردي، ده بالنسبه للضرائب تخضع تحت بند الشخص الطبيعي. اما الشخص الاعتباري هو الشركات، شركات الاشخاص وشركات الاموال اللي هي الشركات المساهمه. يبقى الشخص الطبيعي بالنسبه لك هو الشخص او الفرد او صاحب المنشاه الفرديه. اما الشخص الاعتباري هو بالنسبه لك الشركات، سواء شركه مساهمه او شركات اشخاص. الشخص الطبيعي عشان يخضع للضريبه لازم يقعد مده لا تقل عن 183 يوم، سواء كانت المده دي متصله او منفصله. يبقى الشخص الطبيعي عشان اخد منه ضريبه الشرايح لازم يقعد 183 يوم. اما الشخص الاعتباري فهو عباره عن كل الشركات، سواء كانت شركات اشخاص او شركات مساهمه، ولازم الشركه ديت عشان تخضع للضريبه يبقى ليها دخل، والدخل ده محقق داخل مصر او خارج مصر لو مقرها الرئيسي فين؟ لو مقرها الرئيسي جوه مصر. طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، ايه الفرق بين النشاط التجاري والنشاط الصناعي؟ النشاط التجاري ده معناه ان المنشأة بتاعتك ما بتنتجش حاجة، هي وسيطة بتاخد منتج تعرضه للبيع. زي مثلا كده كارفور، هو مكان بيتعرض فيه البضاعة، حضرتك بتروح تتفرج على اللي انت عايزه وتشتريه. اما المنشأة الصناعية ده منشأة بتاخد المادة الخام بتحولها لمنتج نهائي وتبدأ تبيعه. زي مصنع توشيبا العربي، بيشتري خامات يعمل تلفزيونات وثلاجات وتكييفات ومراوح وكل حاجة، يبدأ يعرضها للبيع. يبقى ده كده بالنسبه له اسمها منشاه صناعيه. يبقى في فرق ما بين المنشاه التجاريه والمنشاه الايه؟ الصناعيه. طيب ايه هي الشروط اللي لازم تبقى متوفره عشان اخد ضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه؟ الشرط الاولاني عند حضرتك ان لازم يكون عندك منشاه. احنا قلنا المنشاه عندي نوعين، اما منشاه تجاريه او منشاه صناعيه. فانا كبتاع ضرايب لما اروح لازم الاقي منشاه، لازم الاقي كيان، ابدا اشوف الكيان ده حقق ربح ولا لا. يبقى الشرط الثاني عند حضرتك هو تحقيق الايه؟ قال لي تحقيق الارباح. ادي الشرط الثاني. يبقى الشرط الاولاني هو وجود المنشاه، الشرط الثاني هو تحقيق الربح. الشرط الثالث والاهم هو الاستقلاليه والاحترافيه. يبقى حضرتك عندك شرط ثالث، الاستقلاليه في مزاوله الايه؟ النشاط بتاعك او المهنه بتاعتك. والا حضرتك لو تابع لحد هنقول عليك موظف، والموظف بيخضع لضريبه اسمها ضريبه المرتبات. لكن انا واتنين تلاته فاتحين شركه لنفسنا، مصنع لنفسنا، نشاط صناعي او تجاري لنفسنا بتاعنا، يبقى ده اسمه نشاط تجاري وايه؟ وصناعي. الشرط الرابع ان يكون مقر المنشاه بتاعك موجود في مصر. ارباحك تتحقق جوه مصر بره مصر، المهم المقر موجود في مصر، يبقى الربح بتاعك خاضع للضريبه. يبقى انا عندي كام شرط يا شباب؟ 4 شروط: وجود المنشاه، تحقيق الربح، المنشاه ديت تكون داخل مصر ومقرها الرئيسي جوه مصر، في هناك استقلاليه في التعامل للشركه بتاعت حضرتك. تعال بقى افهمك الفرق ما بين الربح المحاسبي والربح الضريبي. الربح المحاسبي هو الربح اللي بيعتمد على المبادئ الأساسية للمحاسبة المالية. أما الربح الضريبي هو الربح اللي بيعتمد على التشريعات الضريبية والقوانين الضريبية. الربح المحاسبي اللي بيحدده مين؟ المحاسب اللي شغال في الشركة. أما الربح الضريبي اللي بيحدده محاسب الضرائب اللي شغال في مصلحة الضرائب. الربح المحاسبي هو محاسب الشركة اللي بيقبض من الشركة، من مديره او من صاحب الشركة، فبالتالي هيفضل له او هيطلع له الربح المحاسبي اللي يخليه يدفع اقل رقم في الضرائب. اما الراجل بتاع الضرائب بيقعد يعدل في الربح المحاسبي دوت
لحد ما يوصل للرقم بتاع الوعاء الضريبي او الربح الضريبي السليم اللي هياخد على اساسه الضريبه بتاعتنا. يبقى انا هنا عندي حاجتين، عندي ربح محاسبي وهو حاصل طرح الايراد ناقص التكاليف، وعندي ربح ضريبي هو حاصل طرح الايرادات الخاضعه للضريبه ناقص التكاليف واجبه الخصم. يبقى انا بالنسبه لي كده الربح نوعين، في ربح محاسبي وفي ربح ايه؟ قال لي ربح ضريبي. الربح المحاسبي هو حاصل طرح، هطرح كل الايرادات ناقص كل التكاليف هيديني ناتج الربح بتاعي، ايراد ناقص تكاليف. ركز معايا بقى الله يبارك لك كده. الربح الضريبي ملوش دعوه بالكلام ده. الراجل بتاع الضرايب بيروح المصنع او الشركه ومعاه الاقرار الضريبي بتاعه، بيقول له ايه؟ بيقول له انا هبدا اعمل تعديلات على الايرادات بتاعتك ديت. ليه؟ عشان في ايرادات تخضع للضريبه وفي ايرادات معفيه من الضريبه حضرتك كمحاسب شركه ما عندكش علم بيها. فبالتالي انا راجل بتاع الضرايب هجيلك هقول لك فين هو الايراد الخاضع للضريبه، وهقول لك فين هو الايراد المعفي منين؟ من الضريبه. وبالتالي الراجل بتاع الضرايب ملوش دعوه بالايراد المعفي. هيقول لي ايه بقى؟ هيقول لي انا هشتغل على الايراد الخاضع للضريبه، ماليش دعوه بالايراد المعفي بالنسبه لي. طب تاني، في مصروفات او في تكاليف، هيجي الراجل بتاع الضرايب يقول له ايه؟ يقول له التكلفه اللي حضرتك خدتها كلها وخصمتها من الايراد انا ماليش دعوه بيها، انا هقسمها لك حاجتين، تكلفه واجبه الخصم وتكلفه غير واجبه الخصم. يعني التكلفه دي طبقا لقانون الضرايب في منها واجب الخصم، يعني واجب ان هو يتخصم من الايراد، وتكلفه غير واجبه الخصم. فبتاع الضرايب هيقول له ايه؟ هيقول له انا ماليش دعوه بغير واجبه الخصم، الايراد الخاضع للضريبه هنطرح منه ايه؟ قال لي هطرح منه التكلفه واجبه الخصم عشان اوصل في الاخر لايه؟ قال لي عشان اوصل في الاخر للربح الضريبي. يبقى الربح الضريبي هو الفرق ما بين الايراد الخاضع للضريبه ناقص التكاليف واجبه الخصم. الربح المحاسبي هو عباره عن ايرادات المنشاه بالكامل مطروح منها مصروفات المنشاه بالايه؟ بالكامل. وكده في فرق ما بين الربح الضريبي والربح الايه؟ المحاسبي. يعني انا الخلاصه بتاعتي ماليش دعوه بقى بالقصه دي كلها، انا شغال على ده ايراد خاضع تكلفه واجبه الايه؟ الخصم. وعشان كده حضرتك لازم تفهم حاجه، الشركه بيبقى عندها ايرادات، بتاع الضرايب بيسجلها حاجتين، لا اما ايراد خاضع للضريبه لا اما ايراد معفي من الضريبه. ده كده بتاع الضرايب. يجي بتاع الضرايب يقول لك ايه بقى؟ هو الايراد الخاضع دوت مسجل في حساب الارباح والخسائر ولا غير مسجل في حساب الارباح والخسائر؟ هنا مسجل في حساب الارباح والخسائر ولا غير مسجل في حساب الارباح والخسائر؟ خد بالك بقى، انا بكلمك على ايرادات ومصروفات، والمكان الطبيعي للايرادات والمصروفات هو حساب الارباح والخسائر. طب لو في حاجه متسجله في المركز المالي ماليش دعوه بيها، انا بشتغل على حساب اسمه حساب الارباح والخسائر. فهيجي الراجل بتاع الضرايب يسال المحاسب الايراد اللي انت قلت لي عليه دوت هو ايراد مدرج في الدفاتر ولا غير مدرج بالدفاتر؟ طب انا هعرف ازاي في الامتحان؟ الدكتور قال هيبقى لك 3 كلمات، لو قال لك مدرج يبقى خلاص هو متسجل في الدفاتر، لو قال لك غير مدرج يبقى خلاص هو مش متسجل في الدفتر. طب لو ما قالش ولا مدرج ولا غير مدرج، حضرتك تلقائي هتعتبر ان الايراد دوت مدرج بالدفاتر. يعني اي ايراد في الامتحان ما يجيبش سيرته اعتبره متسجل في الدفاتر. تعال بقى ناخد القاعده بتاعتنا ولازم احفظها. ايراد خاضع للضريبه ومدرج بالدفاتر يبقى تسجيله بالنسبه لي سليم، وهقول له لا اثر على
الربح المحاسبي، ملوش تأثير على الربح المحاسبي. يبقى أي إيراد خاضع للضريبة ومسجل بالدفاتر أقول له سليم. طب لو الإيراد بتاع حضرتك إيراد خاضع للضريبة، هو كده كده هاخد منه ضريبة بس مش متسجل في الدفاتر، يعني أنا لازم أسجله في الإيرادات، ولما أسجله في الإيرادات إيراداتي هتزيد وأرباح الشركة هتزيد. يبقى الرقم اللي هتسجله في الإيرادات ديت أو في الإيرادات خده زوده على الربح على طول. يبقى أي إيراد خاضع للضريبة وغير مسجل بالدفاتر هنعمل له إضافة على الربح المحاسبي. يبقى أنا كده خلصت لك أول جزئية في الإيرادات. أي إيراد خاضع للضريبة وهو مسجل بالدفاتر أقول للدكتور كده لا يوجد تأثير على صافي الربح المحاسبي. أي إيراد خاضع للضريبة وغير مدرج بالدفاتر أقول له يتم إضافة هذا الإيراد إلى صافي الربح. طب لو الإيراد بتاع حضرتك معفي من الضريبة ومسجل بالدفاتر، معفي يعني مش هاخد منه ضريبة بس موجود في الدفاتر ومتسجل، هسيبه زي ما هو متسجل؟ لا، هشيله من الإيرادات. ولما اشيله من الإيرادات بتاعت الشركة الكبيرة قوي إيراداتها هتقل، وأي إيراد الشركة لما يقل أرباح الشركة تقل. يبقى الإيراد المعفي من الضريبة والمدرج بالدفاتر يخصم، أقول له كده يخصم من الربح المحاسبي. يبقى تاني القاعدة بتقول إن الإيراد المعفي ومسجل في الأرباح والخسائر يعني مدرج بالدفاتر يخصم من الربح. أما الإيراد المعفي والغير مدرج بالدفاتر أقول له كده لا أثر على صافي الربح المحاسبي. مش ملاحظين يا شباب إن أنا بتكلم على التأثير على الربح المحاسبي؟ أصل الإقرار الضريبي المعدل هو عبارة عن ربح محاسبي وحضرتك بتعمل عليه حاجتين، لا إما إضافة لا إما خصم. لا إما إضافة لا إما خصم. أضيف إمتى؟ هضيف في حالة إن الإيراد يبقى خاضع للضريبة ومش متسجل في الدفاتر. هخصم إمتى؟ في حالة إن الإيراد يبقى معفي من الضريبة ومدرج بالدفاتر. الكلام دوت بتكلم على بند اسمه الإيرادات. أصلا أنا لازم أقول لك كل أنواع الإيرادات اللي هتقابلك وأقول لك إيه منهم خاضع للضريبة وإيه منه معفي للضريبة. تعال ناخد الجزء التاني. حضرتك خدت الإيرادات، تعال ناخد التكاليف. التكاليف دي يعني مصروفات، صح؟ يعني التكلفة دي لا إما تخصم من الربح أو من الإيراد لا إما لا تخصم من الإيراد. فالتكلفة عند حضرتك حاجتين: تكلفة واجبة الخصم لا إما تكلفة غير واجبة الخصم. يبقى التكلفة كام حاجة؟ حاجتين. طيب لا إما التكلفة ديت مسجلة بالدفاتر اللي هو حساب الأرباح والخسائر، لا إما غير مدرجة بالدفاتر، تكلفة مدرجة أو غير مدرجة. تعال نحفظ القاعدة عشان يبقى خلصنا الشكل اللي هشتغل عليه على الإقرار الضريبي المعدل. بص يا سيدي واحفظ معايا: أي تكلفة واجبة الخصم ومسجلة بالدفاتر، يعني الراجل اعترف قال لك أنا موافق إنك تخصم ده ومسجله في الدفاتر، ما أنا مش هاجي جنبه، هسيبه زي ما هو. أقول له في الحالة دي إيه بقى؟ أقول له في الحالة ديت لا أثر على الربح المحاسبي. يبقى أي تكلفة واجبة الخصم ومدرجة بالدفاتر ليس لها تأثير على الربح المحاسبي. طب بص يا باشا، تكلفة واجبة الخصم هي المفروض تتخصم بس مش متسجلة. ركز كده معايا. المحاسب الضريبي جه قال له المصروف ده لازم يتخصم بس انت مش مسجله، فانا هسجله لك، يعني انا هزود لك مصاريفك، وكل ما المصاريف بتزيد كل ما الربح بتاع الشركة بيقل. يبقى كل ما هتزود مصروف هتخصم من ربح الشركة، يخصم من صافي
الربح المحاسبي. يبقى انا عندي تكلفة بتخصم من الربح المحاسبي وتكلفة ملهاش اثر. اني تكلفة لما تكون تكلفة واجبة الخصم لو متسجلة في الدفتر يبقى تسجيلها سليم وملهاش اثر على الربح المحاسبي. لكن لو هي تكلفة واجبة الخصم وغير مدرجة بالدفاتر يبقى ساعتها لازم اسجلها واخصمها من الربح. تعالوا معايا في الجزء الثاني. تكلفة غير واجبة الخصم مش هتتخصم، بس المحاسب المالي مسجلة في المصروفات. اقول له لا، انا كراجل بتاع ضرايب مش معترف بيها، هشيلها من المصروف. يبقى مصروفات الشركة هتقل، يبقى ارباح الشركة هتزيد. يبقى اللي غير واجب الخصم ومسجل اخده كده واعمل له اضافة على الربح. يضاف على الربح المحاسبي. لازم اضيفه على الربح المحاسبي. طب لما تبقى تكلفة غير واجبة الخصم مش هتتخصم وهو ما سجلهاش، اقول له كتر الف خيرك، ملهاش تأثير على الربح المحاسبي، لا اثر على الربح المحاسبي. هي مش متسجلة والراجل ما سجلهاش يبقى ملهاش تأثير على الربح المحاسبي. حضرتك لازم تحفظ القاعدة ديت عشان ده اساس اللي هحل عليه اي سؤال في الاقرار الضريبي المعدل. طب حضرتك انا حطيتها لك وعملتها لك هنا في الملزمة وقلت لك ان الايرادات في منها خاضع للضريبة ومسجل بالدفاتر، اقول له سليم ولا اثر عليه. في ايراد خاضع للضريبة وغير مدرج بالدفاتر، اقول له يضاف الى صافي الايه؟ قال لي يضاف الى صافي الربح. طيب ايراد معفي من الضريبة، ايراد معفي من الضريبة ومدرج بالدفاتر يخصم من الربح. ايراد معفي من الضريبة وغير مدرج بالدفاتر اقول له تسجيله بالنسبة لي يعتبر تسجيل ايه؟ عدم تسجيله يعتبر سليم. المصروفات تكاليف واجبة الخصم ومسجلة سليم، واجبة الخصم وغير مسجلة تخصم من الربح. تكاليف غير واجبة الخصم ومسجلة تضاف للربح. تكاليف غير واجبة الخصم وغير مسجلة عدم تسجيلها سليم. لازم احفظ القاعدة دي عشان دي اللي هشتغل عليها في كل حاجة، سواء كانت ايرادات او كانت تكاليف ومصروفات. انا بقى دوري دلوقتي افنط لك عناصر الايرادات كلها واقول لك ايه هو الواجب والغير واجب والخاضع للضريبة والغير خاضع للضريبة. بص يا باشا، عملت لك جدول وسجلت لك فيه الحاجات اللي عندك كلها من ايرادات ومصروفات. تعال نبدأ. رقم واحد واثنين وثلاثة كلهم هي قاعدة واحدة. أي أرباح فوائد أسهم أو سندات أو بنوك أو أي أرباح تتحقق على الأرض المصرية هي أرباح معفية من الضريبة. أرباح إيه؟ قال لي أرباح معفية من الضريبة. هديك مثال. حضرتك عامل لك شهادة استثمار في البنك الأهلي، بنك مصر، بنك المركزي. طالما حاطط شهادات استثمار أو سندات وجالك عائد أو ربح، طالما بنك مصري جوه مصر أو أجنبي جوه مصر، فالربح اللي جايلك ده معفي من الضريبة. طب لو أنا حاطط فلوس في بنك الكويت في الكويت أو بنك في فرنسا، لا، البنك ده خارج مصر، يبقى الأرباح اللي هتجيلك منه هي أرباح خاضعة للضريبة. يبقى أنا عندي دلوقتي الإيراد بتاع إيه؟ إيراد فوائد السندات والبنوك، فوائد صندوق أو صندوق البريد المصري، كلها إيرادات وفوائد خاضعة للضريبة إذا كانت خارج مصر، معفية من الضريبة إذا كانت داخل الأراضي المصرية. تعال خد بقى مني حتة بسيطة. الأوراق المالية، أسهم وسندات، كلمتين. هل الأوراق المالية دي مقيدة بالبورصة؟ معفية من الضريبة. الأوراق المالية ديت غير مقيدة بالبورصة؟ خاضعة للضريبة. يبقى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية تعفى من الضريبة، أرباحها تعفى من الضريبة.
ارباح الاوراق الماليه لشركات غير مقيده بالبورصه المصريه خاضعه للضريبه. طب انا راجل بستثمر فلوسي في شركه مساهمه، اي ارباح لشركات مساهمه داخل مصر معفيه من الضريبه، اي ارباح لشركات مساهمه خارج مصر خاضعه للضريبه. كده انا خلصت لك رقم 1 و2 و3. طب 4 اذون الخزانه. قال لي لا، اذون الخزانه هي الحاجه الوحيده اللي جوه مصر وخاضعه للضريبه. لقد نص المشرع الضريبي والقانون الضريبي على ان العائد من اذون الخزانه يعتبر ارباح او ايرادات خاضعه للضريبه. يبقى انا كده خلصت لك الاوراق الماليه والسندات والصناديق، كل الحاجات دي كده خلصتها لك. تعال ناخد بقى قاعده. تاني، الايراد الخاضع والايراد المعفي. بص يا نجم، اسأل نفسك سؤال. الايراد الخاضع دوت الدكتور قال لي مدرج بالدفاتر، يبقى سليم. الدكتور قال لي غير مدرج بالدفاتر، يبقى مش سليم. الايراد الخاضع للضريبه وغير مسجل بالدفاتر لازم اعمل له اضافه على الربح المحاسبي. يبقى اي ايراد خاضع للضريبه وغير مسجل بالدفاتر لازم اعمل له اضافه على مين؟ على صافي الربح. طب لو الايراد معفي ومسجل، لا، يخصم من الربح. ايراد معفي وغير مسجل اقول له كتر الف خيرك، سليم، ولا اثر على صافي الربح بتاعي. اصل انا بقول لك ده ليه؟ عشان لما يجي يقول لك في ارباح اوراق ماليه لشركات مقيده بالبورصه وهو ايراد معفي من الضريبه، فهتسال نفسك بقى، لو هو مدرج يبقى الايراد ده يخصم من الربح، لو هو غير مسجل بالدفاتر شكرا يبقى الايراد دوت سليم وبالتالي لا اثر على صافي الربح. يجي يقول لك ايه؟ سندات البنك المركزي ارباحها بكذا، مش البنك المركزي ده جوه مصر، يبقى الارباح بتاعته معفيه من الضريبه. طب هي متسجله يبقى لازم نخصمها، مش متسجله يبقى كتر خيره. فيها مشكله؟ تعال نكمل مع بعض شويه الايرادات اللي عندنا. الارباح الراسماليه. ايه هي الارباح الراسماليه؟ حضرتك عندك آلة، الآلة دي انت شاريها ب100,000، استخدمتها لمدة سنتين فاستهلكتها بكام؟ قال لي ب20,000. ال100 تم استهلاكها ب20، يبقى حضرتك بتقول لي ان الآلة واقفة عليا دي دلوقتي ب80,000. حلو قوي. ال100 استهلكت منها 20 بقت 80. لما جيت ابيعها قال لي حضرتك هقول لك على حاجه، انت لما جيت بعت الاله كانت ب100، اهلاكها 20 بقت ب80. ده كده القيمه الدفتريه الحاليه. تمن البيع قال لي انا بعتها ب120,000، يبقى انا كسبان فيها كام؟ 40,000 جنيه. كسبان 40 ده يعتبر ربح، وربح خاضع للضريبه. ربح وربح خاضع للايه؟ للضريبه. يبقى انا دلوقتي عندي حاجه اسمها ارباح راسماليه، هي عباره عن الربح الناتج من بيع الاصول او الحصول على التعويضات من بيع الاله او هلاك الاله، وهي ارباح خاضعه للايه؟ قال لي ارباح خاضعه للضريبه. فاضل لي بعد كده نقطتين والايرادات تخلص. ارباح اعاده التقدير. إذا كانت أرباح إعادة التقدير أرباح حقيقية نتيجة انضمام شريك، انفصال شريك، اندماج شركتين أو انفصال شركتين، فالأرباح تعتبر إيرادات خاضعة للضريبة أو ربح خاضع للضريبة. أما إذا كان أرباح إعادة التقدير ناتج عن إعادة تقدير أصل أو أصلين أو 3 أصول للشركة فتعتبر أرباح وهمية، وفي الحالة ديت تعتبر أرباح معفية من الضريبة. معفي من الضريبة ومسجل بالدفاتر يخصم من صافي الربح. معفي من الضريبة وغير مسجل بالدفاتر اقول له يبقى عدم تسجيله ايه؟ سليم. اخر نقطة رقم 7 عشان تبقى الايرادات بتاعتنا كده خلصت. الديون المعدومة المحصلة.
الدين المعدوم يعتبر إيراد خاضع للضريبة بشرط أن يكون معتمد من مصلحة الضرائب. أما إذا كان الدين المعدوم المحصل غير معتمد من مصلحة الضرائب يعتبر إيراد معفي من الضريبة. بمعنى إيه؟ حضرتك دلوقتي لو أنا عندي دين معدوم محصل 40,000، مصلحة الضرائب معتمدة منه 60%، يبقى الغير معتمد منه كام؟ قال 40%. هتضرب ال 40,000 في 60% هيديني 24. 40,000 في 40% هيديني 16. طالما معتمد من مصلحة الضرائب يعتبر إيراد خاضع للضريبة، ولو مسجل في الدفاتر يبقى تسجيله سليم، لو مش متسجل في الدفاتر يبقى أنا أروح أضيفه على الربح. أما بالنسبة لل 16,000 يعتبر إيراد معفي من الضريبة، ولو مسجل بالدفاتر لازم يخصم من الربح لأن أنا بشيله من الإيرادات. لو غير مدرج بالدفاتر يبقى في الحالة دي عدم تسجيله يعتبر إيه؟ سليم، لأن هو معفي منين؟ من الضريبة. يبقى أنا كده لخصت لك كل عناصر الإيرادات اللي عند حضرتك. هم 7 عناصر: إيرادات أوراق مالية، سندات وصناديق استثمار، بعد كده فوائد صندوق البريد المصري، أرباح خزون الخزانة، أرباح رأسمالية، أرباح إعادة تقدير، الديون المعدومة المحصلة. فاضل عناصر التكاليف. وطالما هتكلم على تكلفة يبقى هتكلم على حاجتين: تكلفة واجبة الخصم من الإيراد وتكلفة غير واجبة الخصم من الإيراد. أول تكلفة عندنا اسمها الديون المعدومة. دين تم إعدامه، ليا فلوس عند شركة، ليا فلوس عند عميل. الدين المعدوم يعتبر تكلفة واجبة الخصم بشرط اتخاذ الشركة لها الإجراءات القانونية للحصول على هذا الدين. إيه هي الإجراءات القانونية؟ إن حضرتك هترفع قضية على هذا العميل أو هذه الشركة اللي ليك عندها فلوس لمدة 18 شهر، يعني سنة ونص. طب ما رفعتش القضية يبقى أنت ما خدتش الإجراءات القانونية. وطالما ما استخدمتش الإجراءات القانونية بتاعت حضرتك يبقى الدين المعدوم يعتبر تكلفة غير واجبة الخصم، وبالتالي لو هي مدرجة بالدفاتر لازم تضاف على صافي الربح، لكن لو هي مش مدرجة يبقى عدم إدراكها بالنسبة لك إيه؟ سليم. الضرائب عندي 3 أنواع من الضرائب: ضريبة مباشرة وضريبة الإنتاج. الضريبة بتاعت الإنتاج تعتبر ضريبة أو تكلفة واجبة الخصم، أما الضريبة الغير مباشرة تعتبر من الضرائب أو من التكاليف غير واجبة الخصم. فضل الضريبة التي تحصلها الشركة من الغير. عايز بس أشرح لك النقطة بتاعت الضريبة اللي بتحصلها الشركة من الغير. أنا محاسب بتاع الشركة بتاعتي، رايح بكرة أدفع الضريبة بتاعت شركتي، وانا رايح واحد زميلي في شركة تانية قال لي خد فلوسنا ادفعها معاك. انا كنت هدفع لينا 60,000، هو اداني كام؟ اداني 40. يبقى انا هدفع لنفسي 60 وهدفع له 40. رحت هناك دفعت لمصلحة الضرائب ال 100,000، ال 60 بتوعي وال 40 بتوع زميلي. بس انا لما روحت سجلت في الشركة ال 100,000 كلهم ان انا اللي دافعهم. هم ال 100,000 بتوعي انا كلهم عشان اسجلهم في حساب انا؟ لا، المفروض انا اسجل 60 بس، ال 40 دي مش بتاعتي، بتاعت واحد تاني. عشان كده الضريبه التي تحصلها الشركه من الغير سدادا لها نيابه عنها تعتبر من التكاليف غير واجبه الخصم، ولو هي مسجله بالدفاتر تخصم من صافي الربح. اما لو غير مسجله بالدفاتر وغير مدرجه بالنسبه لي تعتبر ايه؟ لا اثر. البند اللي بعده المبالغ المستقطعة لصندوق أو لصناديق العاملين الخاصة. لقد أقر المشرع الضريبي إن كل شركة ليها الحق إن هي تشترك في صندوق الرعاية للعاملين. صندوق الرعاية لمين؟ قال لي للعاملين، بس بتاع الضرايب برضه ناصح، حط سقف، قال لك أنت الحد الأقصى للمشاركة هو 20% من مرتب العمال السنوي.
يعني ما هو مش اي رقم ما تيجي تدوني هقول لك انا موافق عليه، لا، انا مش هوافق الا في حدود 20% من مرتب العاملين السنوي. طب تعالى اديك مثال. جه هنا بيقول لي ان الشركه بتساهم ب 40,000 في صندوق العاملين. الشركه بتساهم بصندوق العاملين بكام؟ قال لي ب 40,000 جنيه. مرتب العمال في السنه 300,000. لازم اشوف ال 20% من ال 300,000 كام. قال لي ال 300 دول هضربهم في 20%، يعني 60,000. هل بقى الشركة تعدت ال 60,000؟ لا، يبقى ساعتها المشاركة هنا تعتبر تكلفة واجبة الخصم، وتسجيلها لو موجود يبقى سليم ولا أثر على صافي الربح. ليه؟ عشان الرقم اللي هي ساهمت بيه لن يتخطى ال 20% من العمال، من مرتب العمال. طب ايه رأيك حضرتك لو انا غيرت لك ال 20 او ال 40,000 دي وخليتها لك 60,000؟ بنساهم ب 60، الشركة بتساهم ب 60 والحد الأقصى كام؟ 60. برضه هتعتبر تكلفة واجبة الخصم لأن هي في حدود الحد الأقصى. أما لو الشركة غيرت ال 60 وعملتها 70,000، الشركة بتساهم ب 70 والقانون قال في حد أقصى، الحد الأقصى كام؟ 60,000. يعني ال 70 اللي الشركة بتساهم بيهم أكتر من ال 60 بقد إيه؟ قال لي ب 10,000. ال10 الزيادة عن ال 60 هتعتبر تكلفة غير واجبة الخصم. تكلفة غير واجبة الايه؟ الخصم. ولو مسجلة بالدفاتر يبقى لازم تتضاف على صافي الربح. لو مش متسجلة في الدفاتر يبقى عدم تسجيلها بالنسبة لي ايه؟ سليم. اما ال60 اللي هي في حدود الحد الاقصى تعتبر تكلفة واجبة الخصم، وتسجيلها بالنسبة لي يعتبر تسجيل ايه؟ سليم. يبقى انا كده لخصت لك الجزء بتاع مبالغ المستقطعة لصندوق العاملين او الصناديق الخاصة. التأمين يعتبر من التكاليف واجبة الخصم بشرط ما يزيدش عن 3000 جنيه. ما زاد عن ال 3000 يعتبر تكلفة غير واجبة الخصم. المصروفات الإدارية، تعال بقى أقول لك على المصروفات الإدارية. مصروفات إدارية حاجتين. هل المصروفات الإدارية ديت ليها مستندات خارجية؟ لو المصروفات مؤيدة بالمستندات الخارجية هتعتبر تكلفة واجبة الخصم، وتسجيلها بالنسبة لي يعتبر تسجيل سليم ولا أثر على صافي الربح. ده عشان هي ليها مستند خارجي. طب لو التكلفة أو المصروف بتاعك ليس لها مستندات خارجية أو مؤيدة بالمستندات الداخلية، في كلتا الحالتين ماليش دعوة بيهم. لو مؤيدة بمستند داخلي أو ملهاش مستند أصلا، أشوف الرقم كام وأقسمه حاجتين. هيبقى واجب الخصم بس في حدود 7%. منين؟ قال لي 7% من المؤيد بالمستند الخارجي. أما الباقي هيعتبر تكلفة غير واجبة الخصم. طب تعالى اديك مثال. المصروفات عند حضرتك 10,000. ال10,000 دول في منهم 5,000 مؤيد بمستند خارجي، يبقى تسجيله سليم مفهوش أي مشكلة. طب والباقي؟ قال لي الباقي عند حضرتك ليس له أي مستند أو ليه مستندات بس مستندات إيه؟ قال لي مستندات داخلية. الباقي ده اللي هو كام؟ قال لي الباقي ده اللي هو 5,000. هل مش هعترف بالخمسة كلهم؟ قال لي لا، هتاخد 7% من المؤيد بمستند،
يعني هتضرب ال 5000 المؤيد بمستند دول في 7%. هيديني كام؟ قال لي هيديك 350. هيديني 350 جنيه من اصل كام؟ 5. يبقى فاضل عند حضرتك 4650 تكلفة غير واجبة الخصم، ولا بد من اضافتها على صافي الربح. لازم اعمل لها ايه؟ اضافة. طب تعالى اغير لك الارقام. خلي لي مثلا دي 6. هيبقى حضرتك بالنسبة لنا دي كام؟ قال لي دي هتبقى 4. طيب ال7% ديت هاخدها منين؟ هاخدها من ال4 ولا من ال6؟ من ال6. يبقى 7% مضروبة في ال6000 هيديني 420 جنيه. 4000 ناقص 420، قال لي عند حضرتك 4000 ناقص 420 3580 تكلفة غير واجبة الخصم ولا بد من إضافتها على صافي الإيه؟ قال لي على صافي الربح. يبقى الملخص اللي أنا عملته لك ده كله بتاع مين؟ قال لي بتاع المصروفات الإدارية. فاضل لي البند بتاع التأمينات الاجتماعية. قال لي طيب التأمينات الاجتماعية عند حضرتك عبارة عن حصتين. حصة الشركة أو المنشأة وحصة العمال. طب إيه اللي مصلحة الضرائب بتعترف بيه؟ قال لي مصلحة الضرائب بتعترف بحصة الشركة، ما بتعترفش بحصة العمال. حصة الشركة 2، حصة العمال 1. انت لو جمعت 2 زائد 1 هيدوك كام؟ 3. يبقى حصة الشركة هي 2 على 3، حصة العمال هي 1 على 3. الجزء على الكل، الجزء على الكل. طب ايه رأيك لو انا بقول لك الشركة مسجلة 75,000 جنيه تأمينات اجتماعية، اعمل فيها ايه؟ اقول له لا، اجيب حصة الشركة اضرب ال 75,000 في 2 على 3، واضرب هنا ال 75,000 في 1 على 3. هنا هيطلع لك 50,000 تكلفة واجبة الخصم وتسجيلها سليم عشان دي بتاعت الشركة. هنا هيطلع لك 25,000 تكلفة غير واجبة الخصم، ولو هي مسجلة بالدفاتر لازم أعمل لها إضافة على الربح المحاسبي. أما لو غير مسجلة يبقى عدم تسجيلها بالنسبة لي يعتبر إيه؟ سليم. كده أنا كلمتك عن التأمينات الاجتماعية. تلتين حصة الشركة سليم، التلت حصة العمال غير واجب الخصم، ولو مدرج بالدفاتر لازم يضاف على صافي الربح، ولو مش مدرج بالدفاتر يبقى عدم تسجيله بالنسبة لي يعتبر ايه؟ قال لي يعتبر تسجيل عدم تسجيله سليم. طيب الغرامات والتعويضات. بص يا سيدي، الغرامة والتعويضات إذا كانت نتيجة لمسؤولية تعاقدية تعتبر تكلفة واجبة الخصم. طب لو كانت الغرامة دي نتيجة للتأخر عن سداد الضرائب، أو غرامة إشغال طريق، أو غرامة سيارة، أو نقل صف تاني، أو غرامة مرورية، أو أي حاجة من الحاجات دي، تعتبر التكلفة غير واجبة الخصم. يبقى الغرامات إذا كانت بسبب المسؤولية التعاقدية واجب الخصم، أو لو كانت نتيجة تهرب ضريبي فتعتبر أو إشغال طريق، غرامة إشغال الطريق تعتبر تكلفة غير واجبة الخصم. فاضل لي المخصصات والاحتياطيات. بص يا نجم، المخصصات هقسمها لك حتتين. شخص طبيعي، شخص اعتباري، وهكلمك في البنوك عشان الدكتور في الاخر شرح الفرق ما بين الشخص الطبيعي والاعتباري في حتتين، دول حتة منهم، ولما اجي على الجزء الثاني هقول لك الجزء الثاني اللي هو قال عليه. بص يا باشا، اي مخصص او اعتباري لشخص طبيعي يعتبر تكلفة غير واجبة الخصم، وحاجة من اتنين، لو هي مسجلة بالدفاتر لازم اعمل لها اضافة على الربح، لو غير مسجلة بالدفاتر يبقى عدم تسجيلها سليم واقول له لا اثر.
على صافي الربح بتاعي. ده لو طبيعي. اي مخصص يجي لك، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط اسعار اوراق ماليه، اي مخصص طالما شخص طبيعي يعني فرد او منشاه فرديه، يبقى الرقم اللي هتشوفه بتاع المخصص وانت مغمض هو تكلفه غير واجبه الخصم. طب تعالى اقول لك بقى الشخص الاعتباري والبنك بالذات. المخصصات في البنوك المشرع قسمها حتتين. 80% من المخصص واجب الخصم، 20% من المخصص غير واجب الخصم. يبقى البنوك ممكن ان هي تعمل مخصصات بس في حدود كام في المية؟ 80% من قيمة المخصص. اما ال20% من قيمة المخصص يعتبر تكلفة غير واجبة الايه؟ قال لي غير واجبة الخصم. طب ليه البنك؟ يبقى انا عندي المخصصات والاحتياطيات في البنوك تعتبر من التكاليف واجبة الخصم بس في حدود 80%. ليه؟ لان البنوك وشركات التأمين اكتر هيئتين او مؤسستين معرضين للاخطار. ليه؟ انا ممكن اروح للبنك اخد منه قرض بمليار وياخد الضمانات اللي هو عايزها واخد بعض واطير، خسر المليار. طب هيغطي خسارته دي ازاي؟ لازم يعمل مخصصات. شركات التأمين انا ممكن اروح أأمن على حياتي، اكيد هأمن بمبلغ قسط سنوي مقابل مبلغ لو حصل وفاة او عجز سنة 2 3 انا مت، الورثة يروحوا يطالبوا شركة التأمين بالمبلغ كله بالكامل. عشان كده البنوك وشركات التأمين لازم يكونوا ماشيين على مبدأ الحيطة والحذر، فلازم يعملوا مخصصات. بس بتاع الضرائب بيعترف بكام في المية؟ قال لي 80%. تعال بقى اديك مثال على الحتة دي عشان نعرفها سوا. هفترض ان حضرتك مثلا واخد قرض ب100 مليون. ادي القرض بتاع حضرتك، عايز تعمل منه مخصص 20%. المخصص 20%. اذا قيمة المخصص كام؟ قال لي 100 مليون في 20%. يبقى انا بتكلم في 20 مليون. ادي المخصص. خلي بالك انا خدت قرض من البنك. المخصص دوت احنا هنعترف منه بكام في المية؟ قال لي طالما بنك 80%. هترفض كام؟ 20%. اللي انت هتعترف بيه اسمه تكلفة واجبة الخصم. اللي انت مش هتعترف بيه اسمه تكلفة غير واجبة الخصم. حضرتك هتضرب 20 مليون في 80%. قال لي 16 مليون. 20 مليون في 20% 4 مليون. خلاص بقى وانت مغمض عينك. تكلفة غير واجبة الخصم حاجة من اتنين: لو مسجلة في الدفاتر تضاف على صافي الربح، لو غير مدرجة بالدفاتر يبقى عدم إدراكها سليم ولا أثر لصافي الربح. ده الفرق ما بين المخصصات في البنوك والمخصصات في الشركات الأشخاص أو في المنشآت الفردية والشخص الطبيعي. بس تعالى أقول لك على حتة برضو زيادة معلش. هو أنا بعمل المخصص ده ليه؟ عشان أواجه أي ديون على الشركة. يعني مثلا المدينون عليهم 10 مليون، أصبحت ديون مشكوك في تحصيلها. خلاص؟ يبقى أنا بعمل ال16 دول عشان لو الناس دي ما دفعتش الفلوس آخد من ال16 وأسدد. طب مين الكبير؟ حضرتك الخصم 16 مليون، المخصص 16 مليون. حضرتك المخصص ده عبارة عن فلوس أنت بتركنها، شايلها على جنب، حاططها في الخزنة. 10 مليون فلوس اتضحك عليك فيها وما جاتلكش، اسمها ديون معدومة، اعدامها، تم اعدامها خلاص. هاخد من ال16 10. يبقى انا شايل في الخزنة 16، العملاء ضحكوا عليا في 10 مليون، جيت فتحت الخزنة وخدت من ال16 10، اصبح الخزنة فيها كام؟ قال لي فيها 6 مليون. الفرق ما بين المخصص والدين المعدوم، اذا كان المخصص اكبر
الفرق يضاف لصافي الربح. إذا كان المخصص أقل الفرق يخصم من صافي الربح بتاعك. مالكش دعوة بالأقل، هو دايما هيديك المخصص أكبر من الديون المعدوم، عشان الفرق دوت أشيله من المصروفات فأعمل له إضافة على صافي الإيه؟ الربح. الحتة اللي أنا قلتها لك ديت مهمة، هو الفرق ما بين المخصصات والاحتياطيات في الشخص الطبيعي والمخصصات والاحتياطيات في الشخص الاعتباري. يبقى أنا كده لميت لك الجزء بتاع الفرق ما بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. تعال أقول لك بقى التبرعات. التبرعات عندنا مقسومة 3 حاجات، يا إما تبرعات للحكومة، وزارة التأمين، وزارة الصحة، وزارة الإسكان، وزارة التعليم، هيئة مش عارف إيه، كلها تعتبر حكومة. صندوق تحيا مصر حكومة، وهي تعتبر تكلفة واجبة الخصم أيا كان الرقم بتاعها، هو واجب الخصم. أما التبرعات للفقراء والمساكين وأبناء الحي والسبيل تعتبر تكلفة غير واجبة الخصم بالكامل. القاعدة بتقول إيه؟ التكلفة الغير واجبة الخصم لو مسجلة بالدفاتر تضاف على الربح، لو غير مسجلة تبقى سليم. طب هم مين بقى الفقراء دول؟ أبناء العاملين في جامعة حلوان، أبناء العاملين في جامعة القاهرة، أبناء العاملين في جامعة عين شمس، كل دول بالنسبة لي يخش تحت بند الفقراء والإيه؟ والمساكين. المساجد الغير تابعة للأوقاف، الجهات الخيرية الأجنبية، أبناء العاملين بجميع الجامعات تعتبر من الفقراء والمساكين وتعتبر تكلفة غير واجبة الخصم نهائي. أما التبرع للجمعيات الخيرية، حضرتك عايز تتبرع لجمعية خيرية، تمام، تعتبر من التكاليف واجبة الخصم بس في حدود 10%. منين؟ من الربح المعدل. يعني لما تخلص إقرارك كله وتجيب الربح الجديد اللي تحت الضريب المعدل هتاخد منه 10% أو 10 على 110 عشان تقارن ما بين الرقم اللي هيطلع والرقم التبرع، أيهما أقل هو اللي يتخصم. بس خد بالك الكلام ده في الجمعيات الإيه؟ قال لي في الجهات الخيرية، يعني الجهات المشهرة. يعني يجي يقول لك جامعة حلوان، جامعة حلوان وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس جهات خيرية، مستشفى الهلال الأحمر والقصر العيني وأبو الريش، كل ده تبع الجهات الإيه؟ الخيرية. يبقى التبرعات 3 حاجات: حكومة واجب الخصم، جهات خيرية واجبة الخصم في حدود 10%. عشان كده الجهات الخيرية لما نيجي نعالجها في الأول مش هنعترف بيها لحد ما نوصل للربح المعدل ونبقى نحسبها. يعني بالبلدي كده الجهات الخيرية زيها زي الفقراء والمساكين، اعتبرها تكلفة غير واجبة الخصم بس واحدة نهائي اللي هي الفقراء والمساكين. أما الجهات الخيرية تعتبر تكلفة غير واجبة الخصم مؤقتا لحد ما اوصل للربح المعدل وابدا احسب النسبة بتاعتي. طيب تعالى كده ناخد الفرق ما بين العوائد او نشوف في العوائد المدينة. يعني ايه عوائد مدينة؟ حضرتك العوائد المدينة دي معناها ان انت عليك فلوس للبنوك او للشركات المساهمة او عليك فوائد للايه؟ للبنوك. بمعنى حضرتك لو رحت خدت قرض من البنك الاهلي، البنك بيقول لك ايه؟ القرض ده هترجعه لي بس الفايدة بتاعت القرض 10%، 11%، 12%. الفايدة دي التزام عليا انا كشركة او شخص لازم ادفعه. يبقى انا باعتباري شخص طبيعي علي 10%، 12%، 15% فايدة لازم ادفعها، يبقى الفايدة ده دين عليا. بس بص هقول لك على القاعدة واقول لك الايه؟ الشروط. القاعدة بتقول ان جميع العوائد المدينة تعتبر تكلفة واجبة الخصم. تاني، جميع العوائد المدينة تعتبر تكلفة واجبة الخصم، تكلفة واجبة الخصم، وتسجيلها يعتبر سليم بس لازم يتوفر 3 شروط. الشرط الأولاني الحصول على القرض من شخص طبيعي خاضع للضريبة
بالبلدي كده لما تاخد القرض خده من بنك او شركه مساهمه، لكن ما تروحش تاخده لي من قريبك ولا واحد صاحبك انا ما اعرفوش. يبقى بتاع الضرايب عشان يعترف بالفايده دي لازم يكون القرض دوت من شخص طبيعي خاضع للضريبه. 2، ألا يزيد معدل الفايدة عن مثلي البنك المركزي. يعني بالبلدي ما تجيش تقول لي انا واخد قرض بفايده 22%، اروح اسال في البنك المركزي يا بنك يا مركزي، هو انا لو جيت خدت منك نفس المبلغ ده قرض هتاخد مني في السنه كام فايده؟ البنك المركزي رد عليا وقال لي ياخد منك في السنه 10% وانت بتدفع 22. ده مش كده وبس، ده انا بقول لك ان ال 22 دي ما تزيدش عن مثلين البنك المركزي، يعني انا بسمح لك لحد الضعف. ما هو المثلين دول يعني اضرب في 2 يعني الضعف، 10% لما اضربها في 2 كمان تديني 20%. لا، ده انت الفايده بتاعتك ازيد من البنك المركزي بكام في المية؟ ب2%. يبقى انا هعترف بالفرق؟ لا، الفرق اللي حضرتك هتطلعه هيعتبر تكلفة غير واجبة الخصم، ولو هي متسجلة اعمل لها اضافة، ولو مش متسجلة يبقى عدم تسجيلها بالنسبة لي ايه؟ سليم. يبقى الشرط الاولاني اخد القرض من شخص طبيعي خاضع للضريبة. الشرط الثاني ان الفايدة اللي حضرتك بتدفعها لا تزيد عن مثلين البنك المركزي. الشرط الثالث حضرتك هتاخد العوائد المدينة واجبة الخصم مع العوائد الدائنة المعفاة من الضريبة. ما هو الدكتور هيبقى مديها لك. ايه بقى العوائد الدائنة دي؟ اول حاجة قلت لك عليها اوراق مالية مسجلة بالبورصة معفية من الضريبة، سندات البنك المركزي والبنك الاهلي وبنك القاهرة معفية من الضريبة، اي حاجة داخل مصر معفية من الضريبة، دي اسمها عوائد دائنة معفية من الضريبة. هتختار حضرتك ايهما اقل، المدين ولا الداين؟ الاقل فيهم اعتبره تكلفة غير واجبة الخصم واعمل لها اضافة على صافي الربح على طول. يبقى هنا عندي كام شرط؟ 3 شروط. الاولاني شخص طبيعي خاضع للضريبة، لا يزيد عن مثلي البنك المركزي، اشوف العوائد المدينة والداينة، والاقل فيهم خده واعمل له اضافة على الربح. اصل الشروط دي هي شروط مين؟ قال لي الشروط ديت هي شروط الشخص الطبيعي. اصل ده الفرق التاني ما بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. الفرق الاولاني كان في المخصصات، الفرق التاني هنا عند حضرتك فين؟ قال لي الفرق التاني في العوائد المدينة والداينة. اصل بص، شخص طبيعي او شخص اعتباري لازم يتوفر ال3 شروط دول، سواء طبيعي او ايه او اعتباري. طيب حضرتك فين بقى الفرق ما بين دوت وما بين دوت؟ هقول لحضرتك حالا. لو انت شخص اعتباري هتروح تزود لي شرط رابع، يعني هما ال3 دول بس هنزود واحد تاني. ايه بقى؟ ان العوائد ديت لا تزيد عن 4 أمثال متوسط حقوق الملكية. طب تعالى اقول لك الاول معناها ايه. 4 أمثال يعني 4 في متوسط حقوق الملكية، يعني حقوق الملكية اول المدة زائد حقوق الملكية اخر المدة على 2، ده كده المتوسط. لما اضربه في 4 يبقى دول ال4 أمثال. لو زاد عن الرقم ده يبقى الزيادة دي هي تكلفة غير واجبة الخصم ولازم اخدها واضيفها على صافي الربح. ده لو هي متسجلة، لو مش متسجلة يبقى عدم تسجيلها بالنسبة لي ايه؟ سليم. تعال ناخد اخر نقطة عندنا في الفوائد وفي المصروفات. اخر نقطة عند حضرتك في المصروفات بتتكلم عن حاجة اسمها
الإهلاك. يبقى أنا كده لخصت لك كل الإيرادات والمصروفات. في إهلاك محاسبي؟ في إهلاك محاسبي. في إهلاك ضريبي؟ في إهلاك ضريبي. مين اللي بيحسب الإهلاك المحاسبي؟ ده المحاسب بتاع الشركة، محاسب الشركة، وده اللي بيبقى موجود في التمرين. أي إهلاك في التمرين هيعتبر إهلاك محاسبي. أنت بقى كاعتبارك مراقب ضريبي أو محاسب ضريبي لازم تحسب الإهلاك الضريبي. أصل الإهلاك الضريبي 4 فئات: فئة أولى وتانية وتالتة ورابعة. الفئة الأولى عند حضرتك هنسميها كده فئة المباني والتجهيزات. الفئة التانية هي عبارة عن الشهرة وبراءة الاختراع والعلامة التجارية. الفئة الثالثة هي الحاسبات الآلية. الفئة الرابعة باقي الأصول زي الآلات، سيارات، أساس، معدات. ده بقى الأصول. بتاع المحاسبة ما بيلتزمش بنسبة معينة، بيشوف الإهلاك اللي في الشركة كام وبيحسب على أساسه. بتاع الضرائب لا، احنا لينا نسب معينة لكل حاجة وكل فئة. المباني 5%، الإهلاك الضريبي للمباني 5%. حضرتك لو ضربت ال5 دي في 2 هيبقى 10، يبقى الإهلاك الضريبي للشهرة 10%. اضرب ال10 في 5 أمثالها، 10 في 5 ب50% إهلاك حاسبات آلية. اقسم ال50 على 2 تديني 25% إهلاك باقي الأصول، آلات ومعدات وأساس. يبقى 5 10 50 25. ال5 مباني وتجهيزات، براءة اختراع وشهرة قال لي 10. 50 حاسبات آلية وأجهزة كمبيوتر. 25 آلات ومعدات وأساس مع الوضع في الاعتبار. حضرتك أول فئتين بنستخدم طريقة القسط الثابت، أما الطريقتين التانيين بنشتغل بطريقة القسط المتناقص. قسط متناقص. فئة أولى وتانية قسط ثابت، فئة تالتة ورابعة قسط متناقص. هيفرق معاك في الحل؟ ركز معايا الله يبارك لك. الفئة الأولى والتانية بنشتغل عن طريق إجمالي الأصل، أما الفئة التالتة والرابعة بشتغل على أساس صافي الأصل. يعني لما الدكتور يجي يقول لك بلغ صافي المباني، لا، المباني مش بالصافي، المباني بالإجمالي. طب أعمل إيه؟ لما يقول لي إن الصافي بتاع المباني 1,000,000، لازم أروح في التمرين وأدور هو فين مجمع إهلاك المباني وأجمعه عليه. يبقى صافي المباني أجمع عليه مجمع الإهلاك مثلا 200,000، يبقى الإجمالي 1,200,000، أحسب عليه الإهلاك بتاعي اللي هو 5%. نفس الكلام في الشهرة وبراءة الاختراع، لو مديك الصافي اجمع عليه المجمع عشان تاخد الإجمالي. طب لو مديني الإجمالي في الحاسبات، إجمالي الحاسبات 2,000,000، أدور على المجمع بس مش عشان أجمعه، عشان أطرحه 200,000، يبقى الصافي 1,800,000. احسب على الصافي في المجموعة الثالثة والرابعة، يبقى الثالثة والرابعة صافي، لكن الأولى والثانية عن طريق الإجمالي. طيب فاضل لي حاجة أخيرة، أساس الإهلاك. هتحسب الإهلاك على أساس إيه؟ بص يا سيدي، هتجيب الأصل كام، سواء بقى صافي الأصول أو إجمالي الأصول على حسب الفئة. هتجمع عليها أي أصل أنت اشتريته، هتطرح منها أي أصل أنت بعته، هتطرح مبلغ التعويض
اللي انت حصلت عليه. يبقى في اتنين بيتطرحوا، تمن البيع وتمن التعويض. اللي انت بتشتريه بيزود الاصول بتاعتك. معلومة اخيرة، الفئة الرابعة، الآلات، احنا قلنا اهلاكها كام؟ قال لي 25%. في حاجة بقى اسمها اهلاك اضافي او بين قوسين معجل، ده 30%. لمين؟ لأي آلة تم شراؤها واستخدمت في الإنتاج في نفس السنة. حضرتك بالبلدي كده احنا في سنة 2024 جبنا آلات وعملنا ومش عارف ايه، اشتريت آلة جديدة أو مستعملة. طبعا اشتريت سواء جديد أو مستعمل ودخلتها الإنتاج في نفس السنة، هتحسب لها حاجة اسمها إهلاك إضافي أو إهلاك معجل. كم في المية؟ 30%. بس لازم الآلة تخش الإنتاج بتاع حضرتك في نفس السنة. في سنة من السنين دكتور محمد حسين قال إيه؟ تم شراء آلة جديدة كذا كذا كذا، وما قالش إن هي دخلت في الإنتاج. ما دخلناش في الإنتاج. يبقى ساعتها مش هحسب لها الإهلاك الإيه؟ المعجل. عشان أحسب الإهلاك المعجل لازم تكون جوه الإنتاج، اشتغلت في خط الإنتاج. كده حضرتك ببساطة لمينا مع بعض كل المصروفات وكل الإيرادات اللي موجودة عند حضرتك. ما عليك بقى سيادتك إلا إنك هتبدأ تحل وتطبق الكلام دوت بمجموعة من التمارين. هناخد بس آخر حاجة إيجار العقار، إيجار العقار، وبعد كده نبدأ نشوف التمارين بتحل إزاي. إحنا هنحل مع بعض تمرين وهسيب لك تمرينين أنت إيه تحلهم مع بعض. طيب أنا هقول لك كده ببساطة فكرة الموضوع بتاع إيجارات العقارات التي تشغلها المنشأة. حضرتك أنا ومعايا اتنين عاملين شركة، فخدنا المقر ده تمليك. المقر ده تمليك، كم مكان أو كم أوضة كم غرفة؟ 4 غرف. إحنا اشتغلنا في 3 والرابعة أجرناها لواحد تاني. إحنا عندنا المقر بتاعنا 4 غرف، إحنا استغلينا 3 وأجرنا لواحد غرفة. الغرفة اللي إحنا أجرناها ديت كل شهر الراجل هيدينا فلوس، يبقى ده إيراد. يبقى الجزء اللي أنا أجرته الفلوس اللي جاية منه إيراد خاضع للضريبة. طب والتلات أرباع بقى التانيين؟ التلات أرباع دول استغلالنا إحنا، التلات أرباع دول الاستغلال بتوعنا. بص بقى يا باشا، الضريبة العقارية هتبقى واجبة الخصم بالكامل. إيجار المثل، يعني حضرتك بتاع الضرايب بيجي يقول لك إيه؟ مش هو المكان ده تمليك؟ قلت له آه. قال لي طب أنا هحسب لك حاجة اسمها إيجار المثل. يعني شوف الشقة اللي جنبك بتدفع إيجار إزاي أو كام وأنت احسب زيه. بس لما تيجي تحسب إيجار المثل تحسبليش للشقة كلها، لأن أنت في ربع مش بتاعك، أنت ربع مأجره. يبقى إيجار المثل بيتحسب على أساس النسبة اللي أنت بتستغلها. على المثال اللي أنا قلته لك هنا أضرب في 75% اللي هي 3/4. أما الصيانة برضو على أساس النسبة 3/4. طب والإهلاك؟ لا، مبلغ الإهلاك كله بالكامل هيتسجل ملوش نسبة. والجزء طبعا اللي انت مأجره للغير ده يعتبر إيراد خاضع للإيه؟ للضريبة. أما العقارات المستأجرة بقى من الغير، يعني أنا مش قاعد في مكان تمليك، أنا مأجر، فبالتالي الإيجار دوت يعتبر تكلفة واجبة الإيه؟ الخصم. كده احنا خلصنا كل الشرح، مفيش غير إن أنا نحل تمرين. طبعا أنا مش هحل معاك تمرين بمنطلق إن أنا هاخده معاك بالتفصيل، هاخد البند وأقول لك الإضافة والخصم والإضافة والخصم. بس لازم تحط في اعتبارك أول رقم هيطلع لك يا نجم هو صافي الربح المحاسبي. ليه؟ حط نفسك أنت مأمور الضرايب، رحت للشركة قلت لهم ادوني حساب الأرباح والخسائر بتاعكم. لما تبص في حساب الأرباح والخسائر هتلاقي تحت رقم صافي ربح. أنت اللي عامله بتاع الضرايب ولا بتاع الشركة؟ بتاع الشركة، هتاخده تعدل فيه. يبقى أنت بتعدل في أنهي ربح؟ قال لي أنا بعدل في الربح المحاسبي اللي هو هنا عامل كام؟ عامل 1,500,000 جنيه. 1,000,000 وكام؟ و500. طيب بيقول لك منشأة أحمد حسن هي منشأة فردية، وطالما منشأة فردية يبقى ده شخص طبيعي. بلغ صافي الربح المستخرج من الدفاتر 1,500,000.
رقم واحد، عند فحص الدفاتر ضريبيا تبين الآتي: قامت المنشأة ببيع آلة ب 600,000 جنيه، قيمتها الدفترية 480، أهلكت ب60، ولم تدرك أرباح البيع بالدفاتر. أنت بعت الآلة بكام؟ قال لي ب 600,000. أدي ال 600. 480 استهلكتها ب 60 ناقص 480 ناقص 60 يبقى هنا 420. أنا بعتها ب 600، أنا كسبان أرباح 180,000 جنيه. اسأل نفسك السؤال الطبيعي: الربح ده مسجل؟ أصل لو مدرج يبقى سليم. طب لو غير مدرج؟ قال لي لو غير مدرك يبقى أنا لازم أخده على طول وأعمل له إيه؟ إضافة على الربح بتاعي. تعال نشوف الدكتور قال إيه. ولم تدرج أرباح البيع بالدفاتر، مش متسجلة في الدفتر. يبقى هناخد الرقم اللي هو طلع معانا 180 ونزوده على صافي الربح. خلصنا النقطة الأولى. النقطة الثانية: بلغت الديون المعدومة أهي المسجلة. أولا لازم تعرف إن الدين المعدوم بس مصروف، يعني تكلفة بكام؟ قال لي ب 15 أو ب 150,000، منها 13 قامت المنشأة باتباع الخطوات القانونية لاستردادها. استنى، الدين 150، خدنا الإجراءات القانونية في 13,000، يبقى ده سليم ولا أثر. فاضل كم من 150؟ قال لي فاضل 137,000 جنيه، ما خدناش الإجراءات. يبقى ده يعتبر بالنسبة لي تكلفة واجبة ولا غير واجبة؟ غير واجبة الخصم. وبما انها تكلفة ومسجلة بالدفاتر وغير واجبة الخصم، يبقى لازم اخدها واعمل لها ايه؟ اعمل لها اضافة على صافي الربح المحاسبي اللي هو 1,500,000. هضيف ال 150 كلهم؟ لا، هضيف ال 137 اللي هي غير واجب الخصم عندي. تعالى البند رقم 3: بلغت المخصصات، اقف مش هكمل. المنشأة منشأة فردية، جميع المخصصات في المنشأة الفردية تكلفة غير واجبة الخصم، وبالتالي يجب إضافتها على صافي الربح. مالكش دعوة بقى مخصص إيه ولا مخصص إيه، أخد الرقم كله. اللي بعده: بلغت الرسوم والضرائب 200,000، 45 رسوم جمركية على سيارة. أنا لخصت لك الدنيا. أي رسوم جمركية لأصل ثابت تعتبر تكلفة تسجل في قائمة المركز المالي. يبقى الرسوم الجمركية مش مكانها الأرباح والخسائر، مكانها في المركز المالي، وأنا بسجل في الأرباح والخسائر. المحاسب سجلها غلط، أقول له تكلفة غير واجبة الخصم، وبما إنها تكلفة غير واجبة الخصم لازم تضاف على صافي الربح. طب نكمل مع بعض. والباقي ضريبة حصلتها الشركة من الغير سدادا أو لسدادها نيابة عنها لمصلحة الضرائب. يا باشا أنت معاك 245 رسوم و155 مش بتوعك، أنت واخدهم من شركة تانية تدفعهم لها في مصلحة الضرائب. يبقى ال 155 برضه تكلفة غير واجبة الخصم، وبما إنها مسجلة فهي تضاف للربح. تعال اسألني بقى السؤال: هي ليه مسجلة ولا غير مسجلة؟ أنت عرفت منين؟ يا باشا هو ايه اللي بلغت الرسوم الجمركيه وما قاليش حاجه. ما انا قلت لك، لا اما الدكتور يقول لك مدرج، لا اما يقول لك غير مدرج. ما قالش الاثنين، انت هتعتبرهم مسجلين. بس انا هثبت لك تاني. بص فوق بيقول لك ايه: وعند فحص دفاتر ضريبيا، لما بصينا في الدفاتر تبين الاتي. يعني كل اللي عندك مسجل في الدفاتر. تعال اكمل لك النقطه رقم 5: التأمينات الاجتماعيه. الراجل دفع 210 اهو، 210 شامل حصتين المنشأة والعمال. ارجع للنسبة 2 1 3 دوت يعتبر سليم. يبقى 210 في 2 على 3 هيديني 140,000. 210 في 1 على 3 هيديني 70. ده سليم ولا أثر، غير واجب الخصم، يضاف
على صافي الربح بتاعي. خلصنا النقطة رقم 5. رقم 6، المبالغ المسددة لصندوق العمالة بالمنشأة 200. افتكر القانون معايا قبل ما احل المسألة. هو دافع 200، الشرط ايه؟ لا يزيد عن 20% من مرتب العمال. ومرتب العمال كان كام؟ قال لي كده مرتب العمال عند حضرتك اهو، علما بأن المرتبات السنوية المدرجة بلغت كام؟ قال لي بلغت 70,000. هي المفروض، لا مصباح على العلم ان اقول هي المفروض تبقى مثلا 700,000، بس احنا نمشيها 70,000، يعني 14، او خليها 700 عشان تبقى 140,000. حضرتك بتقول لي انت دافع 200 والحد الاقصى 140، يبقى سيادتك دافع زيادة كام عن الحد الاقصى؟ 60. تكلفة غير واجبة الخصم، يبقى تكلفة ايه؟ غير واجبة الخصم. طب هفترض ان هي 70,000، يبقى 14، يبقى 200 ناقص 14، شوف الفرق كام؟ والفرق ده يعتبر تكلفة غير واجبة الايه؟ الخصم، وتضاف على صافي الربح. يبقى احنا كده خلصنا البند بتاع التأمين او الرعاية. تعال بقى في البند رقم 7. أدرك بالجانب المدين. حضرتك أنا سجلت لك في الجانب المدين من الأرباح والخسائر مبلغ وقدره 40,000 جنيه، مرتب صاحب المنشأة. مرتب صاحب المنشأة سجلته في المدين ب40. هو في صاحب منشأة بياخد مرتب؟ لا، صاحب المنشأة دايما بياخد أرباح، فبالتالي الرقم ده متسجل بالغلط، تكلفة غير واجبة الخصم، ولازم اعمل لها اضافة على صافي الربح بتاعي. اخر حاجة المصروفات العمومية والادارية. قال لي هنا 30,000، 24 مؤيد بمستندات خارجية والباقي مؤيد بمستندات داخلية. باشا انت اصلا المبلغ كله 30، 24 خارجي، يبقى 6 داخلي. ده سليم، لكن ده هقسمه حاجتين، 7% من الرقم ده يعتبر سليم، والباقي تكلفة غير واجبة الخصم ولازم تضاف على صافي الربح. اضرب الرقم دوت في 24، 4 في 7 ب28، 14 و2 16، 1680 من كام؟ من 6000. بقت 4420 تكلفة غير واجبة الخصم ولازم تضاف على صافي الايه؟ الربح بتاعي. في الاخر حضرتك بعد ما خلصنا كل ده هنعمل الاقرار الضريبي. ادي صافي الربح المحاسبي، ارباح راسماليه غير مسجله او غير خاضعه للضريبه كانت مش متسجله ضفناها، ديون معدومه غير واجبه الخصم ومدرجه عملنا لها اضافه، المخصصات كلها اضفناها، الرسوم والضرائب اضفناها، حصه العمال اللي في التامينات الاجتماعيه 70، مبالغ مسدده بالزياده في صندوق الرعايه 186، مرتب صاحب المنشاه، المصروفات العموميه كانت 4000 تقريبا 320. يبقى انا كده خلصت لك الجزء بتاع التمرين، طلعت لك حاجه اسمها صافي الربح الايه؟ الضريبي. يبقى ده كده التمرين الاولاني اللي احنا خدناه مع بعض.